ازيكم عاملين ايه يا احلى اخوات في الدنيا؟ اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده اول يوم بقى في السنه الجديده 1 يناير، وزي اي حد يعني معظمنا بنيجي قبل اخر الشهر بحاجه بسيطه والتموين بتاعنا بيخلص وبنضطر نروح نجيب ايه بقى مستلزماتنا من المجمعات اللي بره، المجمعات الاستهلاكيه. النهارده اول يوم طبعا ونزلنا. انا زي اي حد التموين بيخلص بدري، فما بصدق ان اول يوم يجي بنروح نجيب التموين بتاعنا. هقول لكم الاسعار ايه والكميه بتاعته قد ايه وانا بيطلع لي قد ايه والبطاقه بتاعتي فيها ايه وايه اللي ممكن تجيبيه في بطاقه التموين الاساسي اللي تقدري تشتريه، وايه الحاجات اللي ممكن نتغاضى عنها ونكملها من بره. بس قبل ما اقول لكم كل الكلام دوت ما تنسوش تدعموني بالاشتراك واللايك للناس الجديده اللي لسه اول مره تشوفني. ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس. بصوا بقى يا جماعه، نصلي كده بينا على النبي، نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. دول كده هقول لكم دول بتوع ايه ودول ايه ودول ايه. انا البطاقه بتاعتي 3 افراد، تمام؟ هما 3 افراد بس، والباقي طبعا مش موجود في البطاقه. حاولنا طبعا ننزلهم. احنا مش من الناس اللي بتضاف، يعني مش احنا لسه، يعني لسه مش من الناس اللي هم مسموح لهم باضافه المواليد. فالحمد لله يعني اللهم بارك. هم 3 افراد، كل فرد ليه ازازه زيت، تمام؟ ازازه الزيت دي وزنها 800 جرام، مش 600 جرام زي ما هما بيقولوا، يعني ان الزيت نازل 600 جرام، لا هو 800 جرام. وانا مش عارفه ليه هما ما خلوهاش كيلو، يعني هيجرى ايه لما تكمل ال 200 جرام التانيين والزياده وتخليها كيلو؟ دي ما بتكفيش اصلا 3 4 ايام، يعني 3 ايام كده وبص لا توصل لهنا، ما فيهاش بركه اصلا. فدي 800 جرام عامله 25 جنيه الازازه. دول كده ال3 افراد بتوعنا. عندك السمنه دي على فكره كويسه جدا، انا جربتها وبجيبها كتير فمش وحشه. وخفيفه. دي عامله 40 جنيه، تمام؟ اسمها الاصيل، دي برضو على التموين. وطبعا السكر هم 6. كيس السكر عامل 10 ونص، 10 جنيه ونص، تمام؟ دول كده التموين اللي موجود في البطاقه. خلاص. طب بالنسبه لدول ايه؟ دول بال100 جنيه اللي بتضاف على البطاقه. دي طبعا كيلو صافي. الكيلو الصافي ده عامل 55 جنيه، ودي طبعا ب40، يعني الاتنين دول عاملين 95 جنيه. طب انت هتقولي لي ايه مشاهده؟ هو انت او يا دودي يعني زي ما مكتوب عندكم في القناه، بس انا بحب مشاهد. هتقولوا لي هو انت التموين بتاعك زيت وسكر وسمنه؟ هو الزيت والسكر والسمنه، لان هم دول اللي بعاني منهم الشهر. يعني انا عندي الاساسي بتاعي لازم الزيت ولازم السمنه، عشان طبعا الاكل، ولو حبيت اعمل كيكه، لو حبيت اعمل لهم حبه بسكوت كده، هعمل لكم شويه بسكوت حلوه قوي الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. فيديو كنت عاملاه خطير، بسكوت كنت عاملاه حلو قوي وسهل ومقاديره سهله. فهجيبه لكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. ما علينا، خلينا في الفيديو بتاعنا. دوت. طبعا بحتاج الزيت والسمنه طبعا، عشان لو هعمل حلويات، لو هعمل كيكه، طبيخ كده يعني. السكر اساسي. طيب انا قبل انت ما تروحي تجيبي التموين بتاعك، امسكي ورقه وقلم. انت طبعا عارفه ان كل شهر بيطلع لك مبلغ قد ايه. امسكي ورقه وقلم واعرفي ايه اللي لازمك في البيت. زيت، لو انت الشهر بتاعك بيكفيه كام ازازه زيت، بيكفيه كام كيس سكر، بتحتاجي سمنه ولا مش بتحتاجيها، بتمشي بسمنه بلدي ولا لا. احنا ممكن ان انا اجيب سمنه بلدي واضيف عليها السمنه اللي هي الصناعي واخلطهم ببعض، وهتبقى ريحتها حلوه برده وهتكفيني، تديني كميه كبيره. تمام؟ هبقول لكم دي بتتعمل ازاي. في ناس لو انت مثلا مبلغك اكتر من مبلغي، هاتي مكرونه، هاتي رز، هاتي شاي، هاتي قهوه، هاتي نسكافيه، هاتي الحاجات اللي بتبقى موجوده عندك بالكام يوم، بدل ما تجيبي حاجه بتخلص يوم واحد وخلاص على كده. زي ايه يعني؟ بستغرب على الناس اللي بتجيب تونه. انا عايزه تونه. يعني هو كل واحد حر طبعا، كل واحد حر، ربنا يبارك في كل واحد حاجه بيجيبها. بس يعني سعر التونه انت ممكن تكملي عليه وتجيبي علبه سمنه. ممكن تجيبي مثلا سكر، كيسين سكر ولا حاجه، تجيبي يعني زي، يعني بتشوفي انت ايه اللي لازمك اكتر هاتي شاي، هاتي ربع كيلو شاي وشيليه. حتى لو عندك هيخلص هتلاقي موجود عندك. فدي الحاجات الاساسيه اللي لازم تتجاب، تمام؟ وكل واحد طبعا حر في اللي بيجيبه.
طيب انا ليه ما جبتش رز مثلا؟ طب ما انا الرز بكام؟ الرز في التموين ب 20 جنيه الكيلو، انا جنبي بيتباع ب 18 جنيه. هتقولي لي بس انت مش هتدفعي فلوس. طب ما هو هيبقى كيلو رز هيتعمل وخلاص. طب ما انا اجيب حاجه تقعد معايا كام يوم بال 20 جنيه دي، اكمل عليها. يعني دي مثلا ب 25 جنيه، احط دي ب 25 جنيه، احط 5 جنيه وهتقعد معايا كام يوم بدل كيلو الرز. انا اشتري كيلو الرز من بره احسن. المكرونه في التموين انا ما سالتش عليها بصراحه، بس هي تقريبا بتبقى غاليه. هي بره عامله 18 جنيه و19 جنيه. في فروع اللي هي كازيون، محلات كازيون، وفي امان. بصراحه انا بتعامل معاهم هناك، الحاجه كويسه جدا وسعرها حلو قوي. يعني انا رحت جبت من هناك الاسبوع اللي فات، كان في مكرونه طالعه، دي اسمها، بص ده الباقي، يعني كنت جايبه لسان عصفور المكرونه خلصت. دي اسمها خطيره، مش بعمل دعايه للشركه ولا حاجه، بس بجد هي حلوه وسعرها حلو قوي. الكيس 280 جرام عامل 3 جنيه 75، 4 الا ربع. تمام. فمثلا اربع اكياس ممكن يعملوا معاكي 14 جنيه او 15 جنيه. طبعا اوفر ليكي من كيلو بيبقى عامل 19 جنيه، والله سائله عليه. فانت مثلا بتجيبي 4 اكياس، عايزه تجيبي كميه اكتر من كده، هاتي شكلي مكرونات بقى، مكرونه قلم اللي هي مكرونه فرن، مكرونه بشاميل، مكرونه سباكيتي، عايزه مكرونه صغيره، عايزه زي ما انت عايزه. شوفي برضو الرز بره، يعني ما تحاوليش تجيبي الارخص. في دلوقتي الفلبيني نازل، انا ما بحبوش، وفي ناس كتير ما بتحبوش، ده عامل 12 جنيه. تمام. الرز التاني في ناس بتبيعه اللي هو اللي عليه زيت ب 20، اللي ارخص من كده بقى عامل 18 جنيه. فبدات الاسعار في النازل. قريت على جوجل ان الفراخ هينزل سعرها 30، لسه ما سالتش عليها. فان شاء الله ربنا يصلح الحال، وتكون سنه 2023 سنه خير يا رب، خير ورزقها يكون كتير كده، والاسعار تبتدي تنزل، عشان الاسعار بتعلى وضغطنا بيعلى والسكر يعلى وكل حاجه معاه بتعلى. فيا ريت 2023 كده يعني يا رب ارحمنا فيها، انزل رحمتك علينا يا رب العالمين، ويكون رزقها كتير، وربنا ينعم علينا فيها بالخير والرزق والبركه. البركه اهم حاجه. فيا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم، ولو انتوا استفدتوا بالفيديو، ما تنسوش تدعموني باللايك وبالاشتراك وبتفعيل زر الجرس للناس اللي لسه اول مره تتابعني. اشوفكم على خير، والفيديوهات اللي جايه ان شاء الله هتكون فيديوهات جميله جدا ان شاء الله وهتعجبكم. مع الف سلامه.